ايه النقطة التالتة اللي انا حابب اتكلم فيها؟ كنت انا اتكلمت عن دعم الجماهير للنادي والكابتن الخطيب وللإدارة وللفرقة والحمد لله الحمد لله الحمد لله، كل اللي شاف الفيديو اللي انا قلته يعني اثنى وقال ان ده حاجة كويسة وده الطبيعي يعني بتاعنا مع النادي بتاعنا يعني. ف... فيا جماعة، بس أنا عايز أأكد على المعلومة ديت. إحنا مش من الناس اللي بتنتقد رموزنا، إحنا بنتعلم منهم. يعني أنا والدي زمان أنا فاكر كويس جدا، لما كنت بلعب كورة فحس إن ممكن يلاقي إن السلوك بتاعي مش لذيذ أو في حاجة يعني أو بتاع، فهو عارف إن أنا بحب الخطيب، فقال لي: يا ابني أنا عارف إن أنت كويس وعارف إن أنت شاطر يعني في الكورة والناس بتحبك وبتاع ومش عارف إيه، بس ابقى اتعلم من الخطيب الأخلاق. فوالدي استعان تقريبا في تربيتي ان انا اتفرج على الراجل دوت واشوف بيتعامل ازاي، لان انا كان اللي يلمسني ازعق وبتاع ومش عارف ايه واتخانق وابوظ الماتش وحاجات كده يعني. ففعلا بعد شويه ابتديت اهدى، ان لا، الراجل ده نتعلم منه، الراجل ده كبره، فاتضربنا واتكسرنا واتعورنا في وشنا وفي جسمنا كناش بنتكلم، ما كنتش بتكلم، لان انا اتعلمت من الكابتن خلاص ان انت تخاف على نفسك تلعب كويس. فالحمد لله كل الدعم تاني. وزي ما قلت قبل كده، احنا عندنا اخطاء، والكابتن طلع اعتذر، وكابتن وليد امبارح اعتذر، وكل الرجاله بتعتذر. اكيد هنعالج دوت، بس احنا مش بنهدم المعبد، احنا مش بنوقع الدنيا، لا احنا عملنا حاجه حلوه جدا. فعندنا اكيد 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 البيت اللي بيننا ده في حيطه اتضرب فيها رطوبه، في حيطه اتضرب فيها مفك، هنشوف ونعالج. احنا مش هنجيب البيت عليه وطيه وبعد كده نبني، مش هنعمل كده. والفرق اللي موجوده دي فرق احسن فرقه في مصر، محتاجه بس هيد كوتش حلو يظبط الدنيا يعني. كل الدعم الاهلي، مبروك للنادي، مبروك للكابتن، مبروك لكل الناس، الف مبروك لنا كلنا الحمد لله يعني. فنيا انا مش هتكلم لان كله اتكلم فنيا. فخلاص يعني كل الناس 10 من 10. شوبير امبارح 10 من 10 بصراحة، الإنقاذ اللي عمله حلو قوي، سواء ضربة الجزاء والهيدر، حلو قوي. والرجالة كلها تمام، الرجالة كلها الحمد لله فايقين. هادي رياض ممتاز، بيكهام رقص 3 غريب، أنا كنت عمال أقول له شتت وهو عمل العكس. ألف مبروك لنا الحمد لله. صباح الفل.